السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نصراوية بعدهم فرحانين بالعجوز الشايب حقة الهلال. عشان تفهم ما الذي يحدث داخل الاتحاد ووزارة الرياضة السعودية والرجال اللي يلعبون خلف الكواليس، أفهم من جايب. كم مرة جاء جيسوس للهلال؟ مرتين. هذا المرة الثانية يطرد من الهلال في وقت المهمات الصعبة. جيسوس مش مدرب عبقري زي ما تقولون يعني، لا ولا حاجة، ولكن يجيبوه للنصر علشان يفرضوا عليه فرض غصبا عنكم يا النصراوية. النصر خلاص راح فيها ولو ذراعه، وكسروا ذراعه ورجليه كمان. أيوة. بعد جماهير تمدحه وتقول له أول شيء أفهم الماضي. يوم ما جابوا نواف بن محمد زمان بعد خسارته مع النصر طرد جيسوس. يوم ما احتاج الهلال مدرب ممتاز بمشاركته في كأس العالم ويعرف إنه جيسوس ما ينفع ولا شيء ولا هللة، رماها عندكم قدافة الزبالة، رماها عندكم. افهموها. إذا حقق النصر ممكن بيحقق بطولات الدف زي الاتحاد، لكن إنه يكون بكرامته وبجمهوره وبقوة الإدارة والتحدي، هذا مش موجود. خلاص يقول لك جاب طلبوا رونالدو، لا كذب. فرض على النصر، والنصر لاعبينه يشتتوا يمين ويسار. متى كانت هذا؟ متى كان مدرب النصر يدرب الهلال؟ مدرب الهلال كان يدرب النصر؟ لا حبيبي. ممكن بقايا النصر كان يأخذها الهلال قبل كده حدثت، لكن النصر عمره ما فعل هذا الأفعال. ولكن الآن مفروض عليه يرجعوا له زمان. هذا ترجع فوق رأسكم يا النصراوية.